أيام العشر التي نحن مقبلون عليها هي أفضل أيام السنة، الذكر فيها أفضل من الذكر في طوال الأيام، الصوم فيها أفضل من الصوم في غيره إلا ما كان من رمضان، قراءة القرآن فيها أفضل من قراءته في الأيام الأخرى، الصدقة فيها أفضل من الصدقة في غيرها، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، صلة الأرحام، الحج، العمرة، كل عمل صالح أيها المسلمون في هذه العشر يكون أفضل من العمل الصالح في غيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الصالحات في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله، إي والله أفضل من الجهاد في سبيل الله. وبعدين محتاجين وقفه، محتاجين صفحه جديده مع ربنا. لما يكون واحد عنده مشكله بينه وبين مدير الشغل، فيقوم واحد يقول له انت عايز تصالحه، يقول له اه، يقول له احب يوم اليه واحسن يوم ممكن تزوره فيه بيبقى فاضي يوم الجمعه مثلا، واحب هديه بيحبها جدا الحلويات مثلا، هات له احب هديه وروح له في احب يوم، تبدا معاه صفحه جديده على طول. فلتكن لنا اعمال نتقرب بها الى الله. يستحي الانسان ان يقدم على الله ويديه صفرا، وأعظم ما يمكن أن يؤتى أداء الفرائض على أكمل وجه. الصلاة أعظم ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ومن أعظم أنواع هذه العبادات وأفضلها، وهي من أفضل ما يعمل في هذه الأيام العشر، هو الذكر بجميع أنواع كما سأبين بعد قليل. إنها العشر المباركات، إنها العشر المباركات، إنها العشر. فأكثروا فيها من التكبير والتحميد والتهليل. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كبر وأنت في بيتك، كبر الآن وأنت تسمعني، علمها أولادك أن يكبروا، إذا خرجت إلى السوق فكبر، إذا خرجت إلى المستشفى فكبر، إذا مشيت إلى المسجد فكبر، إذا صليت في المسجد فكبر. إنها العشر المباركات، إنها العشر المباركات، وليال عشر. ومن فضائلها ومنزلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الأمة على صيام يوم عرفة الذي هو خير أيام العام على الإطلاق. شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لغير الحاج وقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فينبغي أن يحرص المرء على صيامه. ومنها ذكر الله تعالى والتكبير. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي أيام العشر. استعدوا ليوم العيد بكثرة إنهار الدم لله فيه، فأجرها مخلوف على العبد. فصل لربك وانحر. هذه هي أيام الذكر والتكبير والتهليل. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.